يعني فاطمة، إذا تمام، إذا تسمحي لي، نعم احنا خسرنا خسارة هي الأولى أمام المنتخب الفلسطيني أكثر من يعني منذ تأسيس الاتحاد الفلسطيني لغاية الآن ما انتصروا علينا. هي أول خسارة إنه موجعة مؤلمة. بس الموجع والمؤلم بالنسبة لي أنا أكثر كعراقي، من يهان العراقي هنا في الأردن، من يساء إلى العراق، من يسب العراق، يسب العراق أمام مرأى ومسمع الجميع. هاي الإهانة الحقيقية بصراحة. يعني أنا ممكن أختلف نوعا ما عن باقي الإعلاميين. ممكن البعض ينتظر يرجع لبغداد، البعض أنه حاول أنه يعني يغطي عن هذا الموضوع، ما يتحدث به، يتحدث بالأمور الفنية الرياضية. لكن الموضوع من توصل مرحلة إلى أنه الشاهد بأم عينك الآلاف من المشجعين. للأمانة لا أعلم أردنيين أو فلسطينيين، أنا كإعلامي عراقي ما أميز المقابيلي، مواطن أردني ومواطن فلسطيني، بس أميز أنه هذا دا يسيء للعراق، جاي يسب العراق، دا يتحدث بطريقة بصراحة غير لائقة. ما أساءين احنا كضيوف، هل معاملة الضيوف بهذه الطريقة؟ يعني هل جزاء الإحسان بالإساءة؟ إذا كان مشجع أردني يسيء إلى العراق، فما أعتقد إحنا أساءينا لهم في البصرة. أنا شخصيا بصراحة تحدثت مع العديد من المشجعين في البصرة، وأجريت اللقاءات يعني معهم، موجودة في بيج قناة رابعة، وموجودة في صفحتي الشخصية. كان التعامل جدا يعني لطيف من الجمهور العراقي. أتحدث هنا بعد نهاية المباراة. صحيح. أما الأخوان الفلسطينيين إذا كانوا هم اللي يسبون العراق، بالتالي يعني ما أعتقد أنه إحنا أساءينا أو قصرنا بحق فلسطين. يعني والدي على سبيل المثال، يعني 43 سنة موظف يخدم الدولة العراقية، صار له أشهر يتم استقطاع جزء من راتبه من أجل أنه يعني يرسل هذه الاستقطاعات. حال الملايين من الموظفين العراقيين يرسلون هاي الاستقطاعات، هذه الأموال إلى أناس يسبون العراق. دعم هل فلسطين، جزاء نعم. الإحسان بالإساءة؟ هل العراق أخطأ بشيء؟ بصراحة أنا كمشجع، مو كإعلام، أنا كمشجع قسما بالله ما شاهدت أي مشجع عراقي أساء بكلمة. غير هالسيج الأول، هالسيج الثاني، غيرها ما عندنا. هاي واحد. اثنين، يعني تفاصيل الكواليس اللي حدثت يوم امس بصراحه موجعه جدا. قسم بالله من يوم امس لغايه هذه اللحظه ما نايم دقيقه. حال الالاف العراقيين هنا. ممكن هم ما عندهم امكانيه يتكلمون او يحجون، بس يعني انا ممكن اتكلم كمشجع نيابه عن الالاف العراقيين اللي وضعهم هناك كان للاسف مزري، مؤسف جدا. انا حتى كاعلامي يعني ما قدرت حتى اسوي اللقاءات. الاخوان في الامن الاردني منعوني من اجراء اللقاءات مع الجماهير. كان الموضوع نوعا ما اشبه يعني مع حرب نفسيه. هل هناك تخوف من اجراء بعض اللقاءات مع الجماهير حتى يتحدثون بامور ممكن انه غلط انه تطلع هنا؟ فبصراحه الوضع جدا محزن. الوضع حتى يعني قبل ما تبدي المباراه شاهدنا الالاف من الجماهير الفلسطينيه او الاردنيه، ارجع اقول انا ما اميزهم، يدخلون بانسيابيه. اما الجمهور العراقي فكان الموضوع نوعا ما صعب، فقط الخانات المخصصه للجمهور العراقي. اما يعني بمجرد ما بدات المباراه شاهدنا الالاف بصراحه يدخلون في المكان المخصص للجمهور الفلسطيني، المفروض هو خانتين فقط. شاهدنا الملعب بعد الدقيقه 25 امتلأ تقريبا بالجماهير يعني الأردنية أو الفلسطينية. بالتالي يعني مظلومية جدا كبيرة، بعيدا عن اللي سواه كاساس مهازل، كاساس تبديلات، كاساس اللي احنا كنا في منصة الإعلام. بصراحة نتساءل، يعني منصة الإعلام العراقي جميعنا كنا نتساءل من هذا اللاعب اللي نزل كاساس، من هذا اللاعب اللي أجرى. بعض اللاعبين حتى ما نعرف الأمانة، حتى ناسين أشكالهم، بالتالي شاهدناهم ممكن يلعبون في هذه المباراة. الأمور الفنية بصراحة مؤلمة، لكن الكواليس كانت مؤلمة أكثر من أنه أنت تحب المقابل لك وتساعد المقابل لك وتسعى بالخير للمقابل، لأن هو عربي منك وبيك، وبالتالي هو ممكن يسيء لك ويسيء لبلدك ويسيء لشرف العراق ويتحدث عنك بكلام معيب. ما أقدر حتى أخلاقنا إحنا كعراقيين ما تسمح لنا ممكن حتى نتحدث به بالكاميرا. الأمانة كان الكلام بصراحة جدا جارح. حتى من خرجنا من الملعب بمسيرات طويلة حتى يفارقون الجمهور العراقي، السيارات تتعامل مع الجمهور العراقي كأنه يعني من غير كوكب. المعاملة كانت يوم أمس أول مرة، أنا عمري 35 سنة، أول مرة أشاهد هكذا معاملة. 10 سنوات أنا أشتغل بالإعلام العراقي، كل دول الخليج اشتغل يعني
كل دول نعم. الخليج يعني كانت فيها تغطيات بشكل مستمر، حتى الدول المجاورة. بالتالي ما شاهدت بصراحة معاملة مثل المعاملة البائسة اللي شاهدناها يوم أمس. شبكة نجوم الرابعة، مشاهدة آمنة لكل العائلة.